القلق عاملين احتفال جامد جدا يا جماعه. تجمع افطار الشباب عامله مهرجان بجد جميل جدا برعايه جامع عمر بن الخطاب. الشباب والعمد ورجال الاعمال كلهم هنا يا جماعه، واخواتنا كلهم. هنعمل لقاءات مع الناس يوصفوا لنا الاوضاع هنا كلها. معانا دلوقتي يا جماعه الباشمهندس احمد الشاذلي هيقول كلمه للشباب وعلى التنظيم بتاع اقوى اجماع فطار في القلق يا جماعه. ازيك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ عايزين منك كلمه كده للشباب والتنظيم الجميل ده. والله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل مجهود اهل المنطقه كلها ان كله جمع، وهم اصحاب الدعوه وهم اصحاب المجهود الرهيب دوت موجود هنا. والحمد لله بسم الله ما شاء الله زياده عن 8000 واحد موجود دلوقتي في الفطار الجماعي، وبكله بتعاون اهل القلق واتجمعوا مع بعض، وربنا يتقبل منهم جمعهم، وربنا يجمعنا على خير على طول ان شاء الله باذن الله. طيب تمام. النهارده انا عرفت ان دي اول مره يتعمل الافطار ده. بفضل الله اول سنه يتعمل فيها افطار جماعي بالشكل ده في القلق وبكميه جماع الناس ده كله. ما شاء الله. يا رب ما تكونش اخر السنه ان شاء الله. وعايزين كده كل سنه ان شاء الله يبقى ال 8000 يبقوا 10 ويبقوا 20 ويبقوا 30000 ان شاء الله. السنه الجايه هيبقى عدى ال 10000 15، وفي برضه افطار جماعي في القلق باذن الله تاني ان شاء الله. يوم 24 عند مسجد الرحمن، وافطار جماعي تاني يوم 27 عند مسجد ما شاء الله. ربنا يجمعنا على خير ما شاء الله. طب الفكره جت ازاي؟ انا عايز افهم الفكره جت ازاي. في الاستاذ محمد عادل الزياتي والاستاذ حسن رأفت اللي هو الشيف اللي ماسك المكان، هم دولت يعني المفكرين اللي هم خدوا الفكره عنها، وانا مصطفى بقرة صاحب الفراشه هنا، كل واحد مساهم بحد. يعني هو الاستاذ محمد. بالنسبه لدي اول مره تعملوها، ان شاء الله مستمرين على الكلام ده؟ ان شاء الله دي البدايه ومش تبقى النهايه. يعني ان شاء الله احنا مبتدئين السنه دي ب 5000 فرد، وان شاء الله السنه اللي جايه اعلى واللي بعدها اعلى ان شاء الله باذن الله. والله احنا كنا المفروض ان شاء الله ان احنا كنا هنعملها يعني كده على حاجه على قدنا. انا ومعايا حد كمان كنا متبرعين ان احنا هنعملها صغيره، فطبعا كرم من ربنا ان ناس كتير جدا عرفت بالموضوع وحابب ان هم يشاركوا معانا لحد ما وصلت بالحجم دوت ما شاء الله لحد 5000 اكتر من 5000 شخص باذن الله ان شاء الله، واكتر من 5000 وجبه باذن الله معانا النهارده، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى عاده كل سنه، وكل سنه وانتم طيبين. بس هو التجمع اللي اساسه شباب. التجمع اساس الشباب. ما الشباب هي اللي دعمتنا وهي اللي واقفه زي ما انتم شايفين كده، وصلنا للمرحله ديت، وان شاء الله كل سنه متجمعين دايما في الخير باذن الله. ودخلنا يا جماعه المطبخ في اقوى اجماع فطار كله في يعني يا جدعان ده اقوى فطار في القلق عاملينه لاول مره، ودخلنا مع الشيف حسن معانا اهو والشيف كرم ماشي. رجاله المنطقه في الاول اخوات اصلا، وتاني حاجه هم اول حاجه منظمين، تاني حاجه هم اللي شغالين بايديهم الشيفات بتوع المنطقه. قول لي بقى، اوصف لي بس الدنيا، ايه الدنيا في المطبخ بتاعكم وجات الفكره ازاي؟ هي الفكره كانت بادئه ما بين فردين اتنين، الشيف حسن ومحمد الزياتي، وانا كنت تالتهم بعدهم على طول. انا جيت لقيتهم بيتكلموا في الفكره، ايوه، فدخلت معاهم في الموضوع مباشره. ده كتنظيم. ايوه، لكن هي الاساس الفكره كانت الفكره دي احنا بنعملها كل سنه في المحل عندنا. بنعمل الفكره دي حاجه بسيطه على قدنا يعني، انا واخواتي انا ومحمد وحسن ومحمود. الشيف حسن بقى النهارده هتاكلوا كام فرد؟ عاملين كام وجبه؟ احنا عاملين 5000 وجبه. 5000 وجبه وزياده. لسه بنشتغل ما شاء الله، لسه شغالين ما شاء الله، تواصل. ما شاء الله. احنا بقى لنا 3 ايام شغالين في 3 ايام شغل. ربنا يقويك، ربنا يقويك. يا باشا حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. احنا باذن الله السنه الجايه باذن الله، هي مش اول مره. انا عرفت كده ان هي مش اول مره، دي البدايه. السنه الجايه باذن الله تبقى احسن من كده ان شاء الله، باذنك يا رب، ان شاء الله. بعون الله اللي مقبل الدنيا هي كلها. الفكره دي كانت صغيره بالنسبه لنا، وكان حلم ان احنا نعمل حاجه زي كده ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يتمها على خير، وما تكونش اول سنه، تكون سنين العمر كلها. ان شاء الله تبقى اكتر من احنا دلوقتي عملنا حوالي 5000 وجبه وزياده، وان شاء الله السنه الجايه احنا هنعمل اكتر من كده واكتر من كده، وان شاء الله توصل ل 10000 وجبه ان شاء الله. معانا بقى اصغر مقدمه برامج في مصر وقارئه للقران كله، رقيه
ايه عرفينا بنفسك بقى. ازي حضرتكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رقية أحمد عمر، ودلوقتي هنستضيف السيد المهندس أحمد الشاذلي. ماشي، هي بتستضيف النهارده الباشمهندس احمد الشاذلي، وهو برضو يعني هي عايزه تعمل معاه لقاء وتقدمه بطريقتها. انت عندك بقى الاسئله اللي هتساليها له وهتقولي له ايه الاخبار النهارده في اقوى تجمع فطار في القلم. اتفضل يا استاذ. اتفضلي يا رقية. أنا عايزة أسأل إن حضرتك يعني أنت أكبر واحد في مصر، وأنا بحبك جدا جدا، وشكرا على مجهودك الجميل ده في الإفطار اللي حضرتك عامله ده. ربنا يبارك لك يا رقية، وربنا يجمعنا على طول، وان شاء الله اشوفك اكبر مذيعة في التلفزيون. يا رب يا رب أشوفك كل سنة وتعمل نفس ان شاء الله نجمعها على طول، وكل سنة تتكرر مرة واثنين وثلاثة باذن الله، بوجودك وبوجود الناس اهالي القلق كلهم. أنا بشكر كل من شارك فيكم في الرجال، وبشكر المهندس أحمد الشاذلي على مجهوده اللي عمله معانا. وانا بشكر كل الحضور وكل القائمين وكل اللي وقف وساعد بايد بنور باضاءة باكل بشرب باي مجهود عمله، وربنا يبارك لكم. كل عام وانتم طيبين، ونتقابل على خير على طول ان شاء الله. سمعيني حاجه بقى من القران. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، وجزاكم الله كل خير، وكل عام وانتم طيبين، ونتقابل على خير مرة واثنين وثلاثة. كل عام وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله السنه الجايه نفرح برضو مع الباشمهندس احمد ومع الشباب المحترم ده كله ان شاء الله في القلق. استنونا يا جماعه، رمضان كريم.